اخطاء الحكم الالماني بتاع ماتش الاهلي والزمالك يا جماعه غلط كذا غلطه، وده بيدل ان احنا عندنا عقده الخواجه. التحكيم المصري على فكره كان يبقى ممكن يبقى افضل منه في هذا الماتش. وكمان نتكلم عن اخطاء كابتن معتمد جمال والتكتيك والطريقه الغلط اللي لعب بيها، ودي اللي خلتنا كاهلاويه ان احنا نكسب الماتش بتاع القمه. يا وكمان هنتكلم عن سربرايز الاتحاد الافريقي بخصوص النادي الاهلي والقرار الجامد قوي ده. اخوكم هيثم كروي سلمائي، صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو عجبك الفيديو دوس لايك بقى، مش هتكسر اي شيء. واصحابنا اللي في التيك توك خش على اللينك بتاع اليوتيوب واشتركوا معانا في قناه اليوتيوب. وكمان اليوتيوب قال ان الاشتراك في القناه مجانا والله، ولو حبيت الخير لغيرك بامر الخير هيجي لك كده كده. شاركوا معانا في قناه اليوتيوب. طبعا يا جماعه يعني الحكم الالماني في ماتش القمه الاهلي والزمالك غلط كذا غلطه. طبعا اول غلطه غلطها في ماتش الاهلي والزمالك الكوره بتاعت بنتايك ان هي اصلا مش ضربه جزاء، وهو اصلا رمى نفسه ونطر نفسه، لكن الحكم كان عايز يبقى سبورت نادي الزمالك ان هو ممكن يقربه من نتيجه المباراه بعد الماتش ما كان 2-0 طبعا. فطبعا دي مش ضربه جزاء اللي هو رمى نفسه. بلس كمان حتى ضربه الجزاء اللي هو بتاعت اللي كانت النادي الاهلي اللي ضيعها تريزيجيه محمد شحاته يا جماعه، اصلا يعني انا مش شايف الكره، الكاميرا ما جابتش قوي الكره اللي لمست ايده فعلا ولا لا، ولا معدت من ايده ولا إيه، يعني مش عارف بصراحه برضه بما يرضي الله. يعني حتى دي رغم دي في صالح الاهلي، بس انا كنت شايف الحكم كان ممكن ما يحسبش دي ولا دي. بنتكلم بما يرضي الله. الغلطه بقى الشنيعه اللي غلطها اللي هو الحكم الالماني في ماتش القمه، الكره كان في الدقيقه 70 مع نادي الزمالك في وسط الملعب وماشي الونش، ففي ولد وقع من نادي الزمالك فاخد فاول. المفروض اللي هو قام بسرعه عشان مستعجل، طبعا فرقته مغلوبه فرق اتنين، فقام بسرعه وبيكمل اللعبه. المفروض بقى الحكم يديله تحت فرصه، لا الحكم راح صفر وبيقول له يلعبها من نقطه السنتر وابتدي يلعبها فاول. يا ابني طب ما انت كده كده يعني ما تديهم تحت فرصه. حتى في الدقيقه 70 حتى هتلاقوا المشهد محمود الونش بيتكلم مع الحكم ومستغرب قوي ان هو كلوز مايندد، ما تدي تحت فرصه وكمل اللعبه. فشيء غريب جدا من الحكم الالماني. واحنا طبعا عندنا عقده الخواجه، انا كنت شايف ان هو ما كانش يعني دون المستوى. اضافه كمان الغلطات اللي غلطها كابتن معتمد جمال اللي هو طبعا لعب بهاف ديفندر واحد اللي هو محمد شحاته في وسط الملعب، وطبعا عبد الله السعيد ما كانش ليه وجود تقريبا، وما رضيش يلعب اللي هو محمد اسماعيل كخط وسط يبقى سبورت ونولت مع محمد شحاته، لا خلاه زي ما هو ناحيه اليمين باك يمين بيعوض بدل عمر جابر. طب ليه كنت ممكن تنزل محمد السيد يلعبها باك ناحيه اليمين وتحط محمد اسماعيل كسبورت مع محمد شحاته؟ لكن ده ما حصلش يا جماعه. ودي طبعا نادي الزمالك بيلعب دايما بيدي الاستحواذ للفرق اللي قصاد عشان هو بيلعب على الارتداد الهجوم والهجمات المرتده. النادي الاهلي لبسه وهو اللي عطى لنادي الزمالك الاستحواذ، فبالتالي نادي الزمالك ما قدرش يعمل اي حاجه. دي من اخطاء كابتن معتمد جمال. وكمان الخبر السربرايز او الاتحاد الافريقي قرر ان هو يخلي 4 انديه يشاركوا في دوري ابطال افريقيا. يعني النادي الاهلي قدر لو ما خدش حتى تاني دوري ممكن يشارك في دوري ابطال افريقيا ومش هيروح الكونفدراليه. وده طبعا الخبر ده